السكة الحديد لما دخلت مصر لأول مرة غيرت شكل الحياة بالكامل فيها على كل المستويات، سياسية واقتصادية واجتماعية إلخ. زي ما في محافظات دخلت التاريخ وتميزت بحاجة بسبب السكة الحديد، في برضو محافظات تانية دخلت التاريخ بسبب السكة الحديد لكن بسبب تصرفات كانت صعبة جدا. محافظة الشرقية دخلت التاريخ علشان خاطر عزموا ركاب القطر في قرية إكياد اللي تابع المركز فاجوس، يعني حضروا ولايم كده إفطار وعزموا كل الركاب بتوع القطر اللي تعطل، في واقعة مشهورة جدا في ذاكرة أهالي الشرقية موجودة لحد دلوقتي. بس التعامل اللي اتعامل بيه أهالي محافظة الشرقية في أهالي في مدن الدلتا ما عملوش كده بعد ما السكة الحديد اتفتحت مباشرة. مثلا لما ظهر القطر الأول مرة في الدلتا، أهالي محافظة كفر الشيخ ضربوا الركاب بالطوب في منطقة محل تروح. نفس التصرف عملوا أهالي شبين الكوم والزجازيج، وكانت مكاتب الصحافة في المحافظات دي بتتابع الحدث باهتمام شديد جدا، لدرجة إن جريدة الأهرام وصفت الأهالي بإنهم شوية رعاع. طب عملوا إيه وليه؟ عملوا إيه؟ عندك مثلا عشرات اتجمعوا على ممر السكة الحديد اللي هو الرصيف بين محطة محل تروح ومحطة كفر الشيخ، ومعاهم حجارة جاهزة وضربوا بيها كل اللي كانوا هيسافروا عن طريق القطر. وجريدة الأهرام قالت إن الأحجار دي ليها دوي زي المدافع الرشاشة والمتريليوز بالظبط، ووجهوا مناشدات لمأمور المركز إنه يبذل كل اللي في جهده علشان خاطر يواجه الهجوم دي لأنه بدأ يتكرر. ثقافة رفض القطر ما كانتش مقتصرة بس على إنهم هم يرموا الركاب بالحجارة من على رصيف المحطة، لا، ده وصل كمان الموضوع إنهم هم يضربوا الركاب اللي جوه القطر. مثلا في عدد 28 سبتمبر 1886 في جريدة الأهرام قال إن أحد الموظفين اتفق مع بعض التجار على تهريب بضايع عن طريق العربيات اللي معدودة علشان خاطر تنقل الحجارة في مقابل إنه هياخد فلوس. مش بس كده، تطور رفض السكة الحديد وصل حتى عن طريق الشيالين. كان الشيالين بيتعمدوا إنهم هم يعملوا إزعاج للركاب علشان الناس ما تركبش القطر، علشان هيقولوا الشيالين مزعجين، ده نحن لما بنخش المحطة بيجوا حوالينا وبيزعجوني. لحد ما إدارة السكة الحديد قررت إنه مفيش حد يشتغل شيال غير بإذن، واللي مش هيشتغل بتصريح هيتحبس. وصل الموضوع لنقطة اللا عودة لما البوليس المصري كشف إن في صفقة ما بين لصوص الدلتا وما بين غفر السكة الحديد علشان خاطر يتفقوا مع بعض إنهم هم يوقفوا قطر بضاعة بين السويس وبين كفر الدوار وينهبوا اللي فيه. كل التصرفات دي كانت بتحصل ليه؟ الإجابة علشان خاطر الوطنية. تخيل، بس وطنية من النوع الغشيم شوي. إذا كانت محافظة الشرقية عزمت ركاب القطر ودخلت التاريخ بالتصرف دي، بقية محافظات الدلتا كانوا عاوزين يخشوا التاريخ من باب الوطنية، لأن كل الحوادث دي حصلت سنة 1886، يعني بعد 4 سنين من الاحتلال البريطاني لمصر بعد الثورة العرابية، والسكة الحديد وقتها كانت تحت سيطرة الهيمنة الإنجليزية، فكان الهجوم شكل من أشكال رفض التواجد البريطاني في مصر.